تخسر يا عم، ما تخسر. ايه المشكلة لما تخسر؟ ما تخسر بس ما تخسرش بفضيحة. اخسر وانت عامل اداء كويس. اخسر وانا كجمهورك اقول للفرقة بتاعتي عرقت، تعبوا رجالة، عملوا اللي عليهم. ما تخسر يا عم، عليك وعلى ايه المشكلة لما تخسر؟ ما تخسر بس وانت محسسني ان في لعيب بيجري وبيلعب في الملعب، ولا محترم في تيشيرت انت لابسه، ولا محترم ناس مضيعه وقتها وجايالك وقاعده وراك عشان تشجعك، وانت اصلا اقصى امالك السنه دي مركز تاني عشان تودينا افريقيا. انت عارف يعني ايه فرقه بملايين الدولارات مش هتروح افريقيا الموسم الجاي؟ هتروح تلعب على الكونفدراليه. اخسر. انت حتى الفرص اللي الخصم بيديها لك ما بتستفادش بيها. يعني الزمالك يتعادل ما بتستفادش، الزمالك يتعثر ما بتستفادش. يعني انت كان عندك فرصة انك تكسب فتحافظ على المركز التاني، وان الماتش بتاع الزمالك تكسب فيه فتحافظ على المركز التاني، والزمالك بعد كده على الاقل ياخد البطولة. اما انت حتى الماتش الجاي احتمال الزمالك يحتفل بالدرع في وجودك قدامك وقدام جمهورك. اقل حاجة اقل حاجة تريح الناس، اللعيبة دي يتخصم منها ربع العقد بتاعها، ده لو ما كانش النص على فكرة. انا كده بوجب معاك ربع قيمة التعاقد بتاع حضرتك، 25% من مستحقاتك في عقدك اتلغوا. حضرتك طالع بصفر وطالع بشكل وحش. طب تعالى بقى المدرب بتاعك ده، انا مش عارف انت مش عايز تفسخ معاه ليه، طبعا عشان عليك فلوس وشرط جزائي وقصه كده. هم الراجل ولا جاب لك بطوله ولا جاب لك وصيف. ايه العقوبه اللي هتيجي عليه؟ يعني احنا بس مش هيتحرق دمنا. وعلى فكره احنا ما بناخدش فلوس. لو كسبتوا بيقولوا ابطال الدوري هم، ولو خسرتوا بيقولوا الفشل هم، عادي جدا. احنا جمهور بيشجعك عشان إيه؟ انت بالنسبه لنا سلعه للاستمتاع. حضرتك ما متعتنيش، يعني مش عايز اقول لك احنا هنعمل فيك ايه يعني. النهارده نقول لبيراميدز الله ينور، ونقول مدرب بيراميدز الله ينور الله ينور الله ينور، ونقول لنادي الزمالك مليون مبروك على الدوري. بس ارمي صروف. عايز اقول لك على حاجه. الاهلي في اخر 4 مباريات بينه وما بين بيراميدز ما بيكسبش، يا بيتعادل يا بيخسر. الاهلي في شهر 7 الجاي اللي هو يدوب شهرين يعني، او شهرين تاني 5 شهرين، يبقى بقاله سنة ما كسبش بيراميدز. يا ريت بقى الماتش الجاي كمان ما نخسرش من الزمالك.